واحدة من الأشياء يا شباب اللي ما تشوفونها فقط بألمانيا، إنه أنا جاي أمشي وشفت هذه محطوطة هذه، وهذه بداخلها تشياسة. تعرفون هاي محطوطة من التشياسة اللي بداخلها يا شباب؟ هاي التشياسة لأن تجي الناس هي والكلاب مالتهم. تعرفون الكلاب مالتهم يسوون مالتهم الكبيرة، يعني يخرون. من يخرون هنا الكلاب مالتهم حتى ما تبقى بمكانها، مثل ما نقول مالت الكلب، او تجي ناس تسحق عليها وحذاها يصير بريحة وتتلف، تاخذ الكيس وتشيل مالته الخروج مالته وتذبها بالزبالة. فهاي هم خالين هنا الكياسة على مودك انه تشيل الخروج مال الكلب مالتك، في حال مثل ما نقول فجأة الكلب تعرف انه فجأة راد يسوي خروج مالته هنا، فتشيلها وتحطها وذبها بالزبالة. وهاي الشياسة خلي لك اياها، هم من عندهم مشترينها، واحدة من هاي البيوت مشترينها وحاطينها للناس اللي عندها كلاب. اللي قدامي راح افرجكم عليها، هذه كلها غابات. شوفوا هاي اللي وراي يا شباب، هاي اللي تشوفونها كلها غابات. هاي الغابات بيها أرانب، بيها غزالات، بيها خنازير برية، بيها كل أنواع الطيور وأنواع الحيوانات البرية. زين، هاي كلها غابات وأشجار كثيفة. زين، وتشوف هناك دائما لو رحت أنا مثل ما نقول صعدت لها راح أشوف إنه موجود غزالات. زين، وغزال موجود ولا حد يدنا له. وهنا ممنوع انه ولك هذا غزال بري ولك خلي نصيده. لو صدته يا متابع، لو فرض واحد من عندكم مثلا صاده، لو انا خلنا نضرب مثل عني، لو انا صدته يصيدني الحكومة وراها وذبني بالقفص مثل ما ذبيته بالقفص، واتندم طول حياتي. ندم ليش؟ لان راح ادفع غرامة، لازم اشتغل لمدة 5 سنوات لي قدام. هاي الغرامة. الشغلة الثانية عليها قوانين صعبة صعبة صعبة، فمو بكيفك حبيبي تصيد وهذا غير. معناته انت راح تقطع الطبيعة، معناته انت راح تصيد وانا راح اصيد وهذاك راح يصيد، وخضينا على الطبيعة كلها، دمرناها الطبيعة بيدينا، دمرناها. حاطين قانون ممنوع شخص يصيد، واللي يصيد لازم يطلع له هوية، ولازم يروح يسوي دورات، ولازم يدفع ضرائب شهرية. وانه الدورات اللي يسوونها لازم يقولوا له انه اللي تضربها او تصيدها اول شيء لازم تشوف انه مو حامل، لازم تشوفها بالناظر انه مو حامل، مو مثل ما نقول استوها مثل ما نقول جاي تمشي وتكبر وتطقها، مو انه تستغلها الكبيرة بالعمر او متعرضة لحادث وتضربها. كلها قوانين صعبة. وللصيدهن مو عبالك انه صيدتهن وهم مثاقين بيك، لا حبيبي، تاخذهن سيارتك وتروح توديهن للحكومة، للمسؤولين اللي على الغابات وغيره، تروح تشوفهم تقول لهم هاي اللي صيدتهن اليوم، يشوفوهن ويوزنوهن ويقولوا لك تقدر تاخذهن. كل شيء محسوب لحساب، كل شيء محسوب. ولذلك مقابلتهم نفس ما هو، ولذلك الحيوانات موجودة، ولذلك الطبيعة الجميلة عندهم، ولذلك تشوف الحيوانات والغزالات موجودة. زين، اذا كنت راح مثلا انت مثل ما نقول متفاعل او مندفع، راح تقول لي يا اخي انا احب لحم الغزال وغيره، راح اقول لك تفضل، هذا سوبر ماركت وبي لحم غزال، هذا لحم الغزال مربينه وغيره وغيره. اكو شركات هي اللي تسوي هاي الاشياء، فمو من حق اي شخص يصيد الغزالات. هاي كلها مليانه غزالات بريه وارانب بريه، وايضا ماكو موجوده ثعالب بيها، كلها مليانه هاي. شوفوا مليانة أشجار. وبالصيف حاليا احنا موسم الهجرة مثل ما نقول مال الطيور، هاجرت الطيور، بقت الطيور هنا ما تهاجر، مو كل الطيور تهاجر، لكن بالصيف تلقى العصافير هنا. كناري انا لحد ما شفت، لكن شفت طير يسمونه طائر الحسون، موجود طائر الحسون اللي يغرد تغريد جميل هنا، موجود بكثافة. طائر الحسون وابو الحناء. ابو الحناء انتم لازم تبحثون عنه بالانترنت، يصير هنا كله احمر. والقنبل ايضا طير كل جميل، طير القنبل بس ما عنده اصوات. بصراحة ابو الحناء عنده اصوات جميلة
وطائر الحسون صوته حيل جميلة. هاي تنترس الغابات بالصيف، شوفوها. اذا اجوا متابعين، اذا تابعوا القناة مالتي والمتابعين كتبوا لي دخلنا للغابات وغيره، من هاي العين قبل هاي العين اوديكم للغابات واسوي لكم احلى فلوق بالغابات ندخل فيه انا وياكم. شوفوا يا شباب، هذه هي الغابات. واو. رهيبة رهيبة. باع السما شلون باع السما شلون زرقاء، باع الزراق مالت السما وبعد الطبيعة شلون حلوة، بعد الهوا شلون نقعتهم هنا. يا اخي ناس عرفت شلون تعيش.